اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. هعمل معاكم برياني الدجاج بطريقة حلوة جدا وسهلة وسريعة كده، مش تاخد معاكي وقت كده، تنجزيها في ثانية وهنحاول نختصر فيها كتير. هو عموما اصلا برياني الدجاج بيختلف من منطقة لمنطقة في الهند وكده. تعالوا بقى نبدأ بتتبيلة الفراخ. معايا معلقة قرفة صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، معلقة كمون حصى صغيرة، معلقة برضو كركم صغيرة، معلقة كبيرة بقى من البهارات اللي هي الجرام مسالة. معايا معلقة ثوم مهروسة ناعم وهرسة معاها جنزبيل فريش معلقة صغيرة بس يعني منه. ومعايا علبة زبادي كبيرة. هضيفهم بقى كده على بعض واقلب التتبيلة دي كويس جدا، وهضيف برضو نص كوباية مية، وهضيف معلقتين زيت كبار، وحاطه فلفل حار ممكن تستغنى عنه. وبيضيفي للتتبيله معلقه بابريكا، انا نسيت بس انا هضيفها برضو في الاخر، بتديها لون حلو يعني. ممكن بدل معلقه البابريكا ممكن تستخدمي شطه حاره لو انت عايزاها سبايسي قوي، بس انا استبدلتها ببابريكا احسن. هقلب بقى التتبيله دي كويس جدا مع بعض. هنستخدم بقى في الوصفه دي فراخ مخليه، انا معايا صدور مخليه، ممكن تستخدمي وراك مخليه برضو اللي تفضليه بقى. انا معايا صدور مخليه كده ومقطعاها زي ما تحبي بقى. انا حاولت اختصر كده لحد ما حبيتش ان انا استخدم بقى اواني كتير وكده في الوصفه. يعني ايه الحله اللي هنتبل فيها الفراخ وهنسوي فيها في نفس الوقت. هنحاول كده نختصر وتبقى وصفه سهله كده وسريعه وحلوه وهتعجبكم باذن الله. كده انا قلبت التتبيله بتاعتي كويس جدا. هضيف بقى معلقه البابريكا اللي انا نسيت اضيفها في الاول. هقلبها مع التتبيله وبعدين نضيف الفراخ. عايزه اقولك ما شاء الله بجد ريحه التتبيله تجنن. كده خلاص هنزل بقى بالفراخ كده. طبعا انتي بقى ممكن تسيبيها ساعتين لو انتي مستعجله، حابه تتبليها بقى قبلها بليله وكده ممكن تسيبيها بقى تتبيله كده في التتبيله، بتشرب من التتبيله وبتبقى طعمها حلو جدا زي ما تحبي. انا عموما هسيبها ساعتين اتنين بس. تمام. بعد ما سبت الفراخ بقى اتبلت كده ساعتين كاملين وشربت من التتبيله كويس جدا، حطيتها بقى كده على النار. اول ما تاخد غلوه كويسه كده زي ما انتوا شايفين، ههدي عليها النار بقى واسيبها تستوي. تعالوا هنا بقى للرز. انا حطيت ميه تغلي، احط عليها قرنفل، حبهان، ورق لوري، رشه قرفه بسيطه خالص. انا ما كانش عندي عيدان فانا حطيت يعني حوالي ربع معلقه صغيره خالص. تمام. والملح طبعا. هنحسب بقى من بعد الغليان 4 دقايق بالظبط وبعدين نصفي الرز بتاعنا. هو عموما احنا مش عايزينه يستوي قوي، تمام، بيبقى نص سوا. هنا بقى الفراخ بتاعتي بعد ما استوت بس لسه فيها تتبيله، هضيف نص كميه الرز. هو الرز بقى يكمل سوا كده مع الفراخ. حاولي ايه ما تلبسيش الرز قوي كده يعني مع الفراخ وكده. انا هضيف بس نص كمية الرز. وبعدين انا كنت محمرة بصل، هحط بقى بصل كده في النص، يديله طعم حلو جدا على فكرة.
وبعدين اضيف نص كمية الرز اللي فاضلة. هوزعها كويس جدا. لو انت عندك بقى زعفران هنلون الرز بالزعفران وكده، انا بصراحة ما لقيتوش يعني، دورت عليه فانا بقى هضيف له لون طعام اللي هو الصحي. يعني لو انت عندك زعفران ضيفي بقى يديله لون حلو، مش عندك زعفران هتضيفي له لون غذائي يعني صحي وكده، ما فيش اي مشكله خالص. وبرضو دوبت كده معلقه كركم صغيره في شويه ميه، هيديله لون حلو جدا. بس كده، وهديله بقى برضو رشه من البصل. ونسيب بقى الجمال ده كله على نار هاديه، مش هياخد يعني 10 دقايق بالظبط، وعلى حسب نوع الرز بتاعك. هو انا عموما خد معايا 10 دقايق بالظبط وكان استوى. بس ما تسيبيش النار عاليه. شايفين ما شاء الله ده بعد ما استوى. شايفين بقى اللهم بارك، عايزه اقول لك بجد روعه. وعملت جنبه سلطه الدقوس، انا عملتها معاكم كتير فما صورتهاش بصراحه. ممكن تعملوا جنبه سلطه الزبادي لو تحبي يعني. شايفين بقى ما شاء الله الجمال، عايزه اقول لك بجد والله العظيم كان روعه، احلى برياني هتعمليه. شايفين بقى ما شاء الله الفراخ مستويه جدا، وبجد واخده طعم حلو جدا من التتبيله. شايفين اللهم بارك. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، يكون كده خفيف على قلوبكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وفعل زر الجرس ده كله عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت الشير فضلا وليس امرا. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.